عندي 26 سنه ولسه داخل على جواز وكده، وعندي اخواتي بدل الواحد 8. والمكان ده بياكلنا عيش بس، فهتوفروا لنا مكانات ناكل فيها عيش ماشي، مش هتوفروا لنا زبون واقفين في الشمس وفي التعب ده كله، ده مع نفسنا احنا بناكلها بالحلال احسن من اي حاجه تاني. الراجل دلوقتي لسه خارج من الجيش دي 10 ايام، يعني انا الراجل طالع من الجيش فارش فرشتي. دلوقتي هيوفروا لي مكان ولا مش هيوفروا لي مكان؟ دلوقتي انا راجل طالع من الجيش عايز اتجوز ازاي؟ لو هيوفروا لنا مكان خلاص عادي، مش هيوفروا لنا مكان سيبوا لنا ناكل عيش. انا دلوقتي عاوز ايه؟ انا عاوز اقضي عيالي اكل وشرب وايجار وما اقفش في الشارع. دلوقتي الشركات دلوقتي كلها قفلت، انا كنت شغال في شركه يعني كنت مقضي بيتي بالضالين امين وراضي بكده. اللي خلاني انا وقفت في الشارع كده اللي مفيش شغل ولا شغل ولا عيش. انا يعني مش موافق على موضوع الازاله ده، لان مثلا في ناس بتاكل عيش من ورا الشغل ده، وقبل ما يبداوا مشروع الازاله المفروض يوفروا لنا سوق او مكان يعني الناس. وفي الإسماعيلية أثارت حملة المرافق التي نفذتها قوات الأمن في حي الشيخ زايد أثارت استياء وغضب عدد من أصحاب المحلات والباعة الجائلين. ونفذت الحملة تحت إشراف عدد من القيادات الأمنية وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وأسفرت عن إزالة عدد من المخالفات والإشغالات. يأتي هذا فيما تواصلت حملة إزالة الإشغالات في عدد من أحياء محافظة الإسكندرية لليوم الخامس على التوالي. انا بقول لك يعني انتوا الحاج محمود مخوفكم والدوله دي كلها مش مخوفاكم، اوريكم الدوله تخوفكم ازاي. هنا يتحول تهديد اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية إلى واقع، فقوات الأمن تواصل حملتها ضد إشغالات الطرق. تعمل الجرافات هنا على تسوية بضاعة الباعة الجائلين بالأرصفة، وإذ يرى المراقبون أن الأساليب التي تتبعها الداخلية في إزالة الأكشاك أقرب إلى التنكيل والعقاب الجماعي، ترى الدولة ضرورة إزالة الإشغالات لتطوير وتوسعة الطرق والحرص على المظهر الجمالي للمدن، في حين يرى الباعة لأنفسهم الحق في عمل يكتسبون منه رزقهم بطريقة مشروعة، خاصة وأن عددا كبيرا منهم يحمل مؤهلات عليا ومتوسطة وألجأهم شبح البطالة إلى هذا الرصيف. ما كانش البياع ده جاهل او البياع ده مثلا متسول، لا انا واحد من ضمن الناس عجل بياع فيهم معايا دبلوم من سنه 89. فهي البياع بيجي لمكان ما الموظف يبقى محطوط. هات لي مكان تحط فيه موظف وتنزل فيه العربيات والبياع تلاقيه، وخد البياع حطه على جنب مفيش مشاكل. وإذ يبحث هؤلاء عن مكان بديل يحفظ حقهم في لقمة العيش الحلال، فالمشكلة ليست بجديدة، وإن تفاقمت على مدى السنوات الثلاث الماضية في ظل التجاهل تارة والفشل تارة أخرى من قبل الحكومات المتعاقبة، حتى وصل عدد الباعة الجائلين في مصر إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن متوزعين بين الشوارع والمواقف والحارات والأزقة. كانوا عادوا حرز أو عادوا التنبيه اللي هم ينزلوا قبل منها، لكن هم ما عملوش كده. من اول ما نزلوا على طول وما عطوش فرصه للي قدام منهم اللي هو يعني يشيل ولا يبقى اصابه حلو لمكان تاني، لكن هو نفس الوقت اللي هم نزلوا فيه نفس الوقت اللي هم شالوه. ويرى المتخصصون أن تعامل الدولة مع هذا القطاع من العمالة يجب أن يكون بحذر، لأنهم يمثلون جزءا من الاقتصاد غير الرسمي الذي يستوعب عددا كبيرا من الأيدي العاملة ويفتح بيوت الكثير من الأسر، لذا يجب على الدولة تنظيم عملهم وتوفير أماكن خاصة بهم للاستفادة من جهودهم في تعظيم حجم التجارة الداخلية. وكما يؤكد الخبراء أن اللوم يوجه إلى الحكومة أولا قبل هؤلاء العاطلين الذين يبحثون عن لقمة عيش حلال، مؤكدين على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة المتراكمة منذ سنوات.